فاحنا مش هنكسر مقاديف اللعيبه ولازم نساندهم. والاهلي فريق تقيل، واي حد يلعب في الاهلي بيتنجم. احنا بنقول ان شاء الله الدوري اهلاوي. فاحنا بنقول فرق ال3 نقط ما بيننا وما بين بيراميدز ولا حاجه يا اهلي. ولو رسيت اللي انت ال3 نقط دول لو هم فضلوا يكسبوا وانت فضلت تكسب، تاخدهم من عينيهم في ماتشهم في الدور الثاني معانا، وناخد الدوري من عينيهم. على الاهلي مفيش مستحيل. احنا النادي الاهلي اسمه لوحده يلعب في الملعب بدون اي لعيبه. بس احنا بنقول ايه؟ مش هنستهون باي ماتش من المطوشه بتاعت الدور الثاني، خصوصا اللي انت ال8 فرق اللي المفروض او ال7 اللي معاك بالترتيب. بيراميدز معاك، الزمالك، المصري، سيراميكا، البنك الاهلي، فاركو، بتروجيت. كل الفرق دي انت هتلاعبها وكلها فرق قويه. واحنا مش هنستنى الهدايا اللي بيراميدز يقع، لا احنا ملناش في الكلام ده. اكسب ال8 ماتشات اللي انت هتلعبهم. بيراميدز حظنه في ماتشه اللي هو لو كسب كل المطوشه وانت كسبت كل المطوشه هيبقى لكم ماتش مع بعض. خد الدوري من عينه، وساعتها حزن كل اللي جاملوه اللي هم ما عرفوش ياخدوا منك الدوري بشرف وفير بلاي ولعب نضيف. واحنا الاهلي هنعرفكم ازاي تفضلوا تجاملوا على قفانا. انتوا مش عايزين تزعلوا المستثمر، عشان اكتر من مره الدوري اللي فات اما عيطوا وخدنا الدوري على قفاهم. قال لك احنا كل شويه هنسحب الاستثمارات من مصر. يا عم انت سحبتها اكتر ما دخلتها مصر. عموما على يد الاهلي هنخليكم ان شاء الله في اي نشاط تاني، عشان طول ما الاهلي موجود انت مش هتنجح بفلوسك ولا بالكلام الفاضي ده. الاهلي هو اللي يعلمك يعني ايه عزيمه واصرار، ويعني ايه خبرات، ويعني ايه تنافس في بطوله فيها الاهلي. ولو خدتها انا اقول لك التحيه، غير كده اقول لك انت فريق هش وفلوسك كلها في الارض. وانا ما بقتنعش غير في البطل في النهايه. وانا هفكركم اهو من ملعب موكا ومن فيديو زي ده ان شاء الله الدوري اهلاوي. مقوله ما تفرحش الناس ولا تشمت الناس فينا. العب السهل، لعيبه معاك يجيب لك اي بطوله في الدنيا انت هتخشها، وتنافس في كاس العالم. مش عايزين تأليف. النقطه هتجيبها لنا قبل ما تضيع مننا، يعني ما تنقطناش. العب السهل زي النهارده وهنكسب كل الماتشات وما تسميش على حد. انت الدوري اللي فات كسبت 21 ماتش متتالي وخدت بيراميدز رايح جاي، وانت ضيعت المكسب بتاع الدور الاول لما امام ضيع ضربه الجزاء في اخر دقيقه. وكنا